تقرير واحنا شفنا في التقرير مشاهد من جيل مختلف في مصر. الحقيقة التقرير مليء بإيجابيات هذا الجيل اللي قدمت يعني أو قدم في مصر حالة من حالات الحيوية والحركة والفعل والشغب الفكري والسياسي، مش الشغب بمعناه يعني، إنما دي فعلا يعني ثقافة وحياة وجيل القلة المندسة والقلة المنحرفة. شفتوهم بالظبط يعني. القلة المنحرفة ده التعبير اللي كان مستخدم ولا يزال مستخدم من قبل الأمن المصري والأمن العربي عموما لأي معارضين أو لأي جيل مختلف مغاير بيقول حاجة مختلفة عن السائد وعن الغالب في الحياة المصرية. لكن نوارة نجم ضيفتنا النهاردة، أهلا بيك يا نوارة. مقدمة عاملة ايه؟ كويسة؟ تمام الحمد لله. شفت مستر ايز؟ طيب كويس فيه حبيبي، بحبه قوي. طبعا جان وقصة فندقة ونجم يعني حقيقي. المهم فنوارة يا سيدي كتبت مجموعة من المقالات بعنوان الطافرون. طافرون مين الطافرون ده هنعرف منها دلوقتي، لكن هي كانت قراية اجتماعية وسياسية عميقة جدا في الجيل اللي احنا شفناه ده، الجيل بكل قيمه وبكل أفكاره. وانت يا نوارة بدأت مقالاتك بأنه المصريين حصل لهم طفرة جينية في القيم وفي الأخلاق وفي النفس وفي السلوك. يعني ايه طفرة جينية؟ طفرة جينية جمعت ما بين اتفاقية كامب ديفيد وأخلاق القرية. فعملوا في الحلال جمع منهم، لا ما اعتقدش. عملت كده ماس كهربائي ضرب في دماغ الناس. بس في اخلاق القريه وفي كامب ديفيد في بقى يعني الدليل على ان هي دي اثار كامب ديفيد، انه لما تبتدي تقول كلام يعني مش عكس بعضه او تقول كلام متسلسل يقول مش عايزين كلام الستينات ده بقى. فده ده زي مستر ايز برضو قال لك الستينات فكر قديم ده من عم الستينات. الطافرين كلهم. امال انا بحبه ليه؟ حاسه بألفة معاه. الطافرون هنا جايه منين الكلمه؟ ميوتنتس اللي هو اللي حصلت لهم طفره جينيه مقصوده معمليه يعني مش طفره طبيعيه في معمل كيمياء يعني. بتطلع في الافلام الامريكاني اللي مفرقع ويبقى الرجل الاخضر او يبقى مثلا عنده ودن في قفاه او كده. بتقولي لا يختلف اثنان على الطفره الجينيه التي حدثت للمصريين من الناحيه الاخلاقيه قيميه سيكولوجيه، مما اثار فضول بعض المفكرين المصريين من المحاربين القدماء القدماء او القدامى يعني مثل الدكتور جلال امين والاستاذ فهمي هويدي، وحاولوا رصد ايه اللي حصل للمصريين. لكن تعبير برضو المحاربون قدماء لعالم مفكرين زي دكتور جلال امين وزي فهمي هويدي مردوا ايه؟ مردوا ان هم في حاله حرب فعلا. واوحش حاجه انك تبقى في حاله حرب مع تشويه دماغ الناس بقى. يعني هو زي المثل اللي انا كنت ضرباه ان في واحد جه قلب الصوره، فالناس مش عارفه تعدل الصوره فراحت ماشيه على راسها، فابتدت تتولد اجيال يتهيأ لها ان الواحد اصول يمشي على راسه. ده الوضع الطبيعي، ده الوضع الطبيعي عشان يشوف الصوره. فما يجي واحد زي جلال امين او زي المحاربين القدامى بشكل عام يحاول يعدل الصوره يقولوا له انت عايز تقلبها؟ فيقول لهم لا حضرتك اللي مقلوب، انت مقلوب، انت بتشتم، انا مقلوب، انت اللي مقلوب و60 مقلوب. يعني ده قناعة شديدة جدا إلى إنه الوضع المقلوب ده الناس اعتبرته ده العادي، ده الطبيعي. طب هتعمل إيه؟ زي الناس اللي بترتشي وما فيهاش مشكلة يعني مش مستاءة. ده حضرتك ده في فتوى إنه ده طلعت فتوى إنه موظف الحكومة تجوز عليه زكاة المال. صحيح. بس مش عليه الرشوة، مش تجوز عليه. ما هو بقى ينفع واحد سأل بقى ينفع إن أنا لما أديله كده حاجة يبقى أعتبرها زكاة مال؟ قال له بنيتك. ما هي يعني التحليلة دي اللي هي بتقول ان المصريين اتغيروا. ايوه. ليه اتغيروا واتغيروا ازاي؟ ليه اتغيروا؟ لان الظرف اللي هم محطوطين فيه ظرف مش طبيعي. يعني مقلوب. هو المفروض ان المجتمعات تبقى ثابته ومستقره وما تتغيرش خالص يا نوارة؟ لا تتطور تطور طبيعي. ما يبقاش في واحد التطور الطبيعي لحاجه الساعه يعني. ما حدش يطلع يقول لهم البرادعي ده يساري متطرف اخواني يميني، ما فيش حد يعني. ده كلام ما يعني يعاقب عليه الطب. ده ضار، ده كلام ضار. الطب يعالجه ولا بيعاقب عليه الطب يعالجه؟ لا ده ما ينفعش. ده في مصحه مخصوصه للناس اللي بتقول الكلام ده.
ما ينفعش حد يقول الكلام وعكسه طول النهار في ودن الناس بالطريقه دي. والكلام اللي كان بيقوله احد المسؤولين، وانت عارفه وقلت لك وسالتي في فندق الفيرمونت مصر دولة قيادية. ده بيكلم صحفية في مؤتمر صحفي. طب انت عارف هو مين؟ طبعا. بس هو السؤال هنا انه كل اللي بيخرج ده من مسؤولين او من غيرهم من منطقه من كلام من النوع ده، الناس بتعامل انه عادي. انت اللي شايفاه مشكله، انت اللي شايفاه انه مقلوب. هو عادي. لا بذمتي لو هتذنبيني انا هبقى معاكي، انما احنا بنتكلم على السائد في مصر. ما هو دي بقى الناس بقت الحاجه من يعني في حاله تعايش مع القيم المقلوبه ومع ما هي دي الطفره الجينيه. دي الطفره الجينيه، انه هو ابتدى يتعامل مع الكلام العكس بعضه على انه هو عادي. لانه في الحاح برضو، الناس يعني الناس عايزه تعيش، وفي الحاح على دماغها بالكلام، وبعدين ما يعني دماغهم مدوشه، مش مركزين قوي ومش سامعين قوي، عاده يردوا على حاجه تانية، تقول لهم حاجه يردوا على حاجه تانية. ويتخانقوا لان هم متوترين، فيبقى مثلا صباح الخير والله شوف نفسك الاول كده يعني. ف لان ده بقى يعني هم بقى مستعدين ان هم يقبلوا طالما هم عايشين، يقبلوا بانه التسول وظيفه، والنداله تخطيط استراتيجي، والدناءه ذكاء، والقسوه عمليه. صحيح. ازاي يعني؟ هل القيم دي بقت هي السائده الان؟ هو التسول ده شغلانه خلاص. يعني ده مش تسول الشارع ويمد ايده. لا تسول الشارع بشكل عام. هو تسول الشارع ده بقى اخفهم ضررا يعني. ده اسرعهم. زي ما بقت برضو السرقه العلني، او اللي بينط على شقه يعني والحرامي. ده هجام. ده هجام واضح، شخص واضح. هجام محترم. بني ادم ليه شغلانه، ليه شغلانه، ليه توصيف وظيفي محترم مفهوم. وبيجتهد جدا، يعني يطلع فوق مواسير ويدبر مواعيد ويراقب الشقه زي عادل امام واحمد مظهر كده وبلدي طنطا واحب اعيش اونطا. باذل جهد يعني. جدا، وجهد ذهني وبدني. انما بقى النشالين والحراميه اللي هم الحراميه اللي مش باينين ان هم حراميه. وبقت يا شيخ بقى ما عارف كلاوي كان في فيلم اسمه الرهينه. بيضربوا بالرصاص على احمد عز وماجد الكدواني. فاحمد عز بيقول له هموتونا يا كلاوي، قال له ما تبقاش شكاك قوي كده. فبقت كل حاجه يا شيخ ما تبقاش حنبلي قوي كده، ما تبقاش تسول ايه، ما بيشحتش ولا حاجه، ده بيسترزق، ده انتوا بس كل حاجه كلام الستينات بقى. كلام الستينات بقى. هتخش لنا بقى في كلام الستينات. وهو كلام الستينات مضايقهم في ايه صحيح؟ انا مش عارفه اشمعنى الستينات. يعني ليه مش كلام الخمسينات؟ يعني هل قبل الستينات الناس كانت مجنونه كده؟ لا، يمكن الستينات لانه فيها بروز القوميه العربيه، فكره الاشتراكيه، القطاع العام. يعني انت عارفه انه من سنه 60 ل 65 هي الخطه الخمسيه الاولى في تاريخ مصر، والاخيره بالمناسبه. في الخطه الخمسيه الاولى دي اتبنى كل اللي بيبيعوا بقى احمد عز وحزب احمد عز دلوقتي، يعني كل مصانع القطاع العام اللي بتتفك وبتتباع دي مبنيه في 5 سنين بتوع الستينات. واتفاقيه حوض النيل دي اللي هم يعني الستينات، والسد العالي ده ستينات، التلفزيون ده نفسه ستينات. يعني ايه داخل القوميه العربيه والاشتراكيه في ان السرقه يبقى اسمها سرقه والشحاته يبقى اسمها شحاته؟ ده ايه علاقته؟ وان انا لما اقفل الباب من بره على واحد بيتضرب جوه ابقى انا كده بشارك معاه، بشارك في ضربه. ايه دخل ده في المنطق؟ ايه دخل ده في ان ما ينفعش الواحد يبقى يساري واخوان في نفس الوقت؟ يعني ايه دخل ده في ان الواحد حتى لما يتكلم كلام منطقي متسلسل، او لما يتسأل سؤال يرد على السؤال؟ ده ملوش اي علاقه. ايه دخل ده في ان انا لما اروح يعني اشحت من اي جهه ابقى بشحت؟ ما انا ممكن ابقى راسماليه وما اشحتش، ولازم ابقى اشتراكيه. طب ايه النداله والتخطيط الاستراتيجي ده؟ يعني ايه العلاقه بين النداله والتخطيط الاستراتيجي؟ قول اللي هو التخلي مثلا عن العرب، عن التخلي بشكل عام، اللي هو فلان ده احسن ميزه فيه انه ذكي. ذكي، خد اللي هو عايزه، وساعه الجد قال لهم امكم في العش ولا طارت. ده منتهى الذكاء. ده ذكاء. ده ذكاء. ان انا ابقى، طب ما ده على فكره سهله يعني. اوصيكوا بالنداله لاخر لحظه راحوا شادين السلك. يعني سهله جدا يعني احنا بقينا فعلا محترمين قيمه انه الراجل ندل يقول ده عملي. واقعي. لا ذكي. ذكي. الندل ذكي. الواقعي او العملي
اللي هو القاسي الفظ. القاسي اللي هو زي الكلام برضو اللي حبيب قلبي بحبه برضو قوي احمد عز برضو تاني وكل رمز العصر. الكلام اللي قاله في مجلس الشعب انه لما يبقوا الفلسطينيين يعيطوا على نفسهم نبقى نعيط احنا الاول.